المهم، وانا قاعد اشوف الستوريات لقيت بنت كاتبة كل الرجال خونة. كان بخاطري ارد رد قاسي، ولكن والله راح اسوي احنا خونة. إيه ما عليك، انت الصح احنا الغلط. انت الصح. بس الصراحة مش هذه البنت الوحيدة اللي قالت كذا، ومش هذا الولد الوحيد اللي قال انه كل البنات خاين. يا جنة علينا، نترك الكوكب عشانكم ولا كيف يعني؟ من أول شخص ارتكب الخيانة في هذه الأرض؟ وهل الخيانة فطرة أم وراثة أم نقص؟ طبعا أكيد مش إحنا الرجال، أقصد أكيد إحنا الخونة. إحنا الخونة. ركزوا معي، الموضوع عميق ومحتاج لشرح وأسباب تفصيلية، بعيدا عن الخيانات التي تشمل غير الحب. بس حابب أتطرق لموضوع الحب، عشان هذول الاثنين اللي بينه البشرية عشان حبه. دائما نسمع عن قصص الحب الحقيقية التي قتلت أصحابها من شدة الحب. عندكم مثلا قيس وليلى، جميل وبثينة، روميو وجولييت، وأنا وحبيبتي المتوفية، أقصد المرقش وأسماء. آلاف العشاق اللي توارثنا قصص حبهم حتى زمن قريب وجيل رحل قبل فترة أعمارنا اللي إحنا فيها الآن، صح؟ أكيد صح. اسمعوا قصص أجدادنا وكيف كان الحب. ولا والله يا ابني أنا كنت أشق الجبال عشان أشوف جدتك في الوادي. يوم من الأيام رسلت لها رسالة مع الحمار، ومن هذاك الوقت جدتك كانت بسبوسة قلبي. ليش بهذا الزمن نسمع بالخيانات بشكل متكرر؟ أنا قمت بتحليل عميق وعظيم جدا. ركزوا على كل حرف أقوله. من أين ابتدأت الخيانة في هذا الزمن؟ ركزوا معي مخمخوا. والله اكتشفت يا جماعة بعد تحليل عظيم ومخمخة، اكتشفت ان الخيانة نزعة وفطرة انسانية سببها الاول والرئيسي الايمان. لا تقفلوا الموضوع، هذا ما هو السبب الوحيد، هذا بس رأس القائمة. الخيانات تشكلت على مر العصور بخيانات عديدة، ومن اعظمها خيانة الوطن، لأن تفرعنا بخيانة المشاعر. طيب يا وليد، هل تعتبر خيانة رجل لأنثى لا تربطهم أي علاقة شرعية خيانة أم لا؟ سؤال عميق جدا. نعم يا عزيزي، تعتبر خيانة متسلسلة. كيف خيانة متسلسلة؟ ركز معي. بدأت هذه الخيانة يا أعزائي من الأب الذي ما زرع القيم منذ الطفولة، ثم من الأم التي ما زرعت القيم منذ الطفولة، ثم من المدرسة التي ما شرحت مدى الخطورة. بعدها وصلت إلى البنت في عمر متأخر وجدا اكتشفت أنها ممتلئة بنقص الحنية، عيش فترات وحيدة، لم تكن مشبعة بالكلام العاطفي الذي وجب على الأب والأسرة إشباع هذا النقص والاحتياج. بدأت بالدخول لعمر المراهقة، هنا الغريزة والاحتياج تكون مضاعفة لكل فقرة أنا ذكرتها، وراح تشوفوا هذه النتائج مستقبلا. طبعا إذا البنت ما اكتمل عندها هذا النموذج الكامل المتكامل في حياتها، ايش يحصل؟ ايش راح يحصل؟ ركزوا معي على ايش راح يحصل. هنا يأتي تربيتها الدينية، دور الأخلاق التي اكتسبتها. إن صلحت منذ الصغر غطت على كل الاحتياج وبصعوبة جدا، وإن لم تصلح هنا يتكون عنصر احتياج جديد يسمى العنصر الجنسي. وإن فرغنا هذا العنصر راح نكتشف أن كل أسبابه وكل ما ذكرت. ركزوا، خلونا ندخل الآن بالتفاصيل. نفرض أن الأنثى بدأت بعلاقة مع أحد الذكور مثلا الذي ينقصه أشياء تشابه أضعاف ما تحتاجه البنت، بحكم أنه ولد طبعا، وتعايش مع مجتمع قاسي وبيئة قاسية، واختلط في مجتمع وظروف وبيئة لا ترحم. ولكن كفطرة إنسانية كرجل، الرجل أقوى من الأنثى، أقوى تحملا وصبرا وقوة، أكثر قوة. بس هدي لي حالك يرحم لي أمك. طيب ماذا لو احتاج الولد هذا الذي عانى في بيئة قاسية وظروف مستعصية للحياة إلى بعض الحنان؟ حنان؟ لا مش حنان انت اللي قاعدة تشوف، أقصد حنان حنية وكذا، يعني مشاعر. من أصلا سيجد هذا الحنان؟ وهل الحنان رجل محتاج إليه في حياته أصلا؟ هنا دخلنا بعملية الاحتياج. هنا يتضح أن الرجل ينظر إلى المرأة بنظرة عاطفة، ونادرا ما تجد رجل ينظر إلى المرأة بالعقل والمنطق. أيوة، ليش؟ لأن الرجل يعتبر المرأة التي أمامه كتلة مشاعر،
أو كنز من المشاعر لابد أن يقوم بامتلاكه لدرجة جعلته يشقى طول عمره من أجل الوصول إلى تكوين عائلة مع هذه الأنثى. نعم، إحنا الرجال لا شيء بدون الإناث. سمعت يا كل الرجال خونة؟ الرجل مهما بلغت رجولته إلا أنه سيبقى نكرة إن لم توجد بحياته امرأة. حلوين حلوين. طيب يا وليد، البنت هنا لقت اللي يعطيها الاهتمام والحب والحنان، الرجل لقى كنزه العظيم. ايش بتصير خيانة؟ ليش البنت تخون الولد والولد هنا يخون البنت؟ ليش؟ الله عليكم، تحسبون أنا راح أنسى هذا التفصيل؟ شوفوا، افرض أنه حصلت عملية إعجاب وليس الحب، تعتبر أول مرحلة من مراحل الحب. مخمخوا معي وصحصحوا. هنا الطرفين في علاقة، قد ربما تكون علاقة شرعية أو غير شرعية، على أمل أن تصبح شرعية مستقبلا. الطرفين من شدة الجوع العاطفي اللي ما أخذوا حقه منذ الزمن أو في وقته المناسب، بدأوا بإهدار طاقة الحب المكبوتة والممتلئة في المرحلة الأولى أو الثانية من مراحل الحب. مع الأسف وصلوا الحين إلى مرحلة التعبير عن الحب المكبوت. أحبك، أموت فيك، أعشقك، واو إلخ. طيب وبعدين؟ حلو، بعدين إن كانوا متزوجين ستنتهي العلاقة بعلاقة حميمة، بتمنى تفهموا قصدي. وإن كانوا غير متزوجين قد ربما تنتهي بعلاقة غير شرعية، إلا إن استخدموا حبهم بحكمة، لأن الحب سلاح. طيب وبعد أن يتم إدخال الغريزة في هذه العلاقة وإهمال مراحل الحب الأخرى، إيش بيحصل؟ تصبح هذه العلاقة علاقة غرضها الجنس لا غير ولا أكثر، أنه تكون في راسهم هدف جنسي، تعجل الخطوات، متلهف، دائما الاشتهاء ما يكون التعبير. هناك رسم بياني محدد في هذا العقل تنتهي عند نقطة تسمى إشباع الغريزة. أما إن كانوا حكيمين عرفوا يستخدموا هذا الحب، وأنا لا أسميه الحب وإنما أسميه سلاح لا يعبث فيه من يشاء، هو السير على كل مراحل الحب خطوة 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 بحكمة وعقل. أما إن ترممت بطريقة غير دينية لن ينجبر قلبها وستصبح كالجليد. كل الرجال بنظرها أدوات عاطفية لهم فترة محددة للانتهاء، ستنظر إليهم بهدف الاستخدام لإشباع ما كانت تتمنى الحصول عليه شرح. عارف إنه الآن في بنات بتشوف هذا المقطع وبتتذكر إحدى صديقاتها أو قد ربما تتذكر نفسها. كذلك الأمر على الرجل نفسه، نفس المعنى والتفاصيل التي ذكرتها، تفاصيل الأنثى، إلا بشيء واحد، وهو أن الرجل إن أحب بصدق ووصل لآخر مرحلة من مراحل الحب وتم كسره، ربما تكون نهايته مجنونا أو ميتا. لذلك يقال أن الحب لم يقتل امرأة ولكنه قد قتل رجل. بس مش تقتلوني معكم، الله يأخذكم يا رب. طيب ايش السبب يا وليد؟ اكيد بجاوبكم، وكيف ما جاوبكم وانا من قام بتأليف هذا الحوار اصلا. سبب بسيط جدا، الامرأة قد تكون مرغوبة من 1000 رجل، ولكن الرجل قد ربما يكون مرغوبا إلا من امرأة واحدة ونقطة. وإن لم يكمل مراحل حبه ستتكون عنده مرحلة اسمها مرحلة الانتقام، عندما يصبح الرجل منتقما. وإن قلت أن الأنثى جعلت كل الرجال بنظرها أدوات، هنا الرجل سيرغب بأن يكون هذه الأداة وعديدة الاستخدام أيضا. تخيلوا كمية التجاذب اللي سواها الشيطان ودرسها بالتفصيل الممل بخطوات بسيطة، سواها من الأسرة وحبكها عشان نوصل لهذه النتائج. عليها اللعنة. طيب يا وليد، سؤال، تفضل خذ راحتك. ليش الخيانة تحصل بين المتزوجين مع انه عندهم الوقت لخوض كل مراحل الحب؟ الجواب سهل، ما يحتاج اي فلسفة، هو ان كل الذين ذكرتهم يا اما احبوا بطريقة غلط وانتهوا بالكوارث التي ذكرتها ثم تزوجوا، او انهم احبوا بطريقة صح، فيصير هنا مرحلة تصادم المشاعر. قد يجد الزوج زوجته لا تبالي لا تهتم، ليس لأنها خائفة إنما قد مات الشغف، تتكون في رأسه بدائل، كذلك تشمل الأنثى. نصيحتي التي سأقدمها بما أنني نسقت هذا الموضوع قبل ما تصير حرب عالمية بين الذكور والإناث، طبعا الرجال والنساء انتم خلوكم في البيت ما لكم علاقة، أنا أتكلم عن الذكور والإناث. نصيحتي إلى الأسرة، أولا أنت الأب المشغول عن بنتك لا تجي تسوي
حالك رجل على بنتك بعد ما تسوي غلطتها. تذكر أنك أنت السبب الأكبر، أنت الذي زرعت في قلبها بذرة وما أسقيتها. البذرة هي بذرة الاحتياج. عندما تعطيها سيارة أكمل جميلك وعلمها أن تسوق. كذلك الاهتمام، إن أعطيته في البداية أكمل ما بدأت، بالذات للإناث. أنت أيتها الأم مشاكلك الزوجية لا تعلميها لبنتك الصغيرة. ليش؟ لأن بنتك راح تنظر لوالدها على أنه رجل من ضمن رجال المجتمع، التي ستولد نظرة عن كل الرجال بأنهم قساة. فكيف لو أتى من يكسر نظرتها بكلام معسول؟ ألن يكون هذا الرجل حلم لبنتك؟ لأنها لا تتمنى أن تعيش مستقبلا كما عاشت أمها. فكر فيها. وأنت أيها الذكر أعلم أن الحياة مرتقة، وجهك مرتقة، كف يمين وشمال. أنت أصبحت في مرحلة تسمى مرحلة إظهار الرجولة. تذكر أن الرجولة ليست بتعدد العلاقات، الرجولة هي أن تصل لهدفك الذي تمرتغت بحياتك لأجل الوصول إليه، هو الزواج. وأما إن اخترت الطرق المختصرة هنا اعلم أنك ما زلت ذكر.